طبعا هذه قصة صارت على واحد اسمه عايض بن سالم البدراني، الله يرحمه ويسكن الجنة. كان سواق تاكسي مطار الرياض. فيقول سنة من السنوات جلست أنتظر الرحلات اللي يجن عشان نستقبل المسافرين وش اسمه وناخذهم. فيقول أول ما نزلت الطيارة وأخذنا لنا يمكن حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، يقولوا اليوم طلعوا المسافرين، يقولوا اليوم جاء الرجال ومعه مرته ومعها بزر ومعهم شنطتهم. يقولوا يوم انه جاء واقبل على رعيلة كاسي، يقول قاعد يناظرهم كلهم، يقولوا يجي يخصني من بينهم، يقول ينطحني. طبعا عايض الله يرحمه هذا كان رجال ملتحي ورجل سبحان الله عليه الوقار وسيماه سيمة خير. فيقول ما سألني ولا كسرني، قال تودي للمجمعة؟ يقول قلت نعم. قال يلا. يقول يركب قدام، يقول ركب الشنطة، يقول والمرة تركب وراي. يقول حنا نمشي. يقول يوم مشينا الرجال يقول ما تكلم أبد نهائي. يقول ما أدري هو جاء وقت صلاة أو قالوا وقف نبي نعطي البزر حليب أو شيء، نبي الشنطة. يقول وقفت. يقول يوم وقفت وجيت أفتح الشنطة، يقولوا التفت كذا، يقولوا ناظرتها المرة، يقولوا لها ماسكة يدين البزر وتحبحبهن وتصيح. يقول أخذت أغراض من الشنطة أعطتهم إياه ورجعت. يقول يوم رجعت يقول أسمع المرة تصيح، قبلنا على المجمعة الحين. يقول اليوم قامت تهاشم ما هو بسهل، المرة متأثرة. يقول سبحان الله أنا وقع بقلبي إن بينهم خلاف، وإنه جايبها يبي ينزلها عند أهلها يقينا. يقول قلت يا ولد خل أبى أجيب لي بيتين أبى هيجنهن وبشوف وش عند الرجال. وهو يجي يطل العمر يقول ما تلامي عينين تهل دموع، ما هلت الدمع من خيره، يا ليتي ندري عن الموضوع وحل دعواتي منيره. يقول الرجال يقول يلتفت عليه كذا، قال أنت ايش تقول؟ قلت والله أنا سواق ما معي أحد يسولف معي وأنا أهيجن. يقولوا لي والله العظيم أشوف الرجال يقول يوم سبحان الله دخله مثل النوم، دخلها الكلام دخله. يقولوا اليوم انه دنق شوي وقاعد يقول التفت علي قال يا ولد ترجعني إلى المطار؟ قلت والله رجعك ولا بي منك ولا ريال، أنت العلم اللي براسك انتهى. قال يقول يقوم حب رأسي، قال الله يبيض وجهك، والله إن حضرك حضرت، والله إني جايبها بطلقها وانتهي منها، أنا صاير بيني وبينها خلاف، هو من أهل الطائف. قال تكفى ترجعني؟ قلت أبشر. يقول ودي يوربهم ورجعهم المطار ويقول لك الرحلة، يقولوا يسافروا. يقول والحمد، يقول لك الليلة ما رحت من الوناسة إني جمعت بين اثنين كانوا بيتفرقون بتفه الأسباب. يا الله وسلامتكم.